السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفيديو اللي فات اتكلمنا على اوفر فيو لل two pathway الانتيجين بروسيسنج والانتيجين برزنتيشن سواء في الكلاس 1 MHC او الكلاس 2. الفيديو ده هنتكلم على ال pathway الخاص بالبروسيسنج للسيتوزوليك انتيجين عشان يديسبلاي على السيل سيرفيس بالكلاس 1 MHC molecule. تمام. زي ما انت عارف الكلاس 1 بيبدأ يعرض الفراجمنت من البيبتايد اللي جاي من الانتيجين بريزنتنج اللي جاي من الانتيجين بروتين. تمام. بيبدأ يعرضه على السيل سيرفيس عشان خاطر يتعرف عليه السيتوتوكسيك تي سيل. البيبتايد ده ممكن يجي من الفيروس، ممكن يجي من التيومر سيل، ممكن يجي من اي ابنورمال بروتين موجود في السيل. طيب عرض البيبتايد من خلال ام اتش سي للسيتوتوكسيك تي سيل بيحصل ازاي؟ هو ده اللي هنقوله. طيب دلوقتي البروتين انتيجين اللي موجود في الاندوجينوس، سواء الموجود في الاندوجينوس اللي هو في السيتوزول او في النيوكليوتيد او في النيوكليوتيد عادي، تمام، سواء موجود في الفيرال بروتين الخاص بالفيرال بروتين او الميس فولدنج دامج من للهوست بروتين او تيومر اسوشيتد بروتين في السيل دي. تمام. ازاي بتقدر يحصل لها ديجريديت عشان خاطر تديني اجزاء فراجمنت من البيبتايد ده؟ طبعا في السيتوزول في بروتيزوم، زي ما احنا عرفنا في الفيديو اللي فات. البروتيزوم هو اللي بيديجريديت الانتيجين بروتين ل فراجمنت من البيبتايد عشان خاطر يختار واحده منه عشان يعرضها على الام اتش سي. تمام. ازاي ده بيحصل؟ طبعا في السيتوزول في كميه كبيره جدا مهوله من البروتينات، فبالتالي مش هيعرف انهي بروتين جاي من الانتيجين بروتين عشان خاطر يديجريديت. تمام. ففي حاجه اسمها يوبكتين. تمام. اليوبكتين ده بيكون سمولر ريجوليتد بروتين، بيبايند على الانتيجين بروتين ده بحيث ان هو يكون تاج او علامه من خلالها البروتوزوم تبدا تتعرف على اليوبكتين ده. تمام. والاستراكشر في الاخر باسمه يوبكتينيتد بروتين. بيتعرف البروتوزوم على البروتين ده من خلال اليوبكتين. تمام. منين ما لقى يوبكتين على البروتين ده بيبدا يديجريديت الانتيجين بروتين ده ل فراجمنت من البيبتايد. تمام. وطبعا في الكلاس 1 بيدينا شورت بيبتايد فراجمنت من 8 ل 11 امينو اسيد. تمام. من ضمن الفراجمنت بيبتايد دوت بيكون في اميونو دوميننت بيبتايد. ده بيكون افكتيفلي اكتر عشان خاطر يستيمولاي السي دي 8 تي سيل سايتوتوكسيك. تمام. في حاجه اسمها اميونو بروتوزوم. اميونو بروتوزوم ده بيكون اشاره بسيتوكاين الانترفيرون جاما، اشاره من الجسم نفسه ان بروتوزوم بتحاول تغير الاستراكشر بتاعه. تمام. عشان خاطر تجنريت بعض البيبتايد بهيدروفوبيك سي. تمام. عشان خاطر تفيت لي الام اتش سي في وجود مثلا اي انفكشن. تمام. اي انفكشن موجود او اي انفلاميشن موجود، فده استجابه سريعه جدا للجسم نفسه، الجسم المناعي استجابه سريعه يحاول يغير شكل البروتوزوم عشان خاطر تديني استراكشر يكون افكتيف اكتر ان هو ياتاتش هاي افينيتي على الام اتش سي عشان خاطر يتعرف على يتعرف عليه التي سايتوتوكسيك تي ليمفوسايت. تمام. والسورس اوف انتيجين بروسيسنج طبعا زي ما احنا لسه قايلين من الفيرال بروتين، من الميكروبيال بروتين، وات ايفر. تمام. او من الهوست بروتين ان كان. جميل جدا. طيب دلوقتي الفراجمنت من البيبتايد اتحضر خلاص بعد البروتوزوم. دلوقتي انا عاوز حاجه توديه عند الاندوبلازميك ريتيكولوم عشان خاطر في الاندوبلازميك ريتيكولوم هناك بينكود الام بعد ما بينكود الام اتش سي بيكون موجود هناك على الاندوبلازميك ريتيكولوم. هو ده المكان اللي بيعمل اللي بينتج فيه او بيبايند البيبتايد والام اتش سي كومبلكس مع بعض. ازاي البيبتايد فراجمنت ده بتوصل لحد الاندوبلازميك ريتيكولوم؟ قال لك في حاجه اسمها التاب ترانسبورتر اسوشيتد with antigen processing. التاب ده ترانسبورتر
موجود على الاندوبلازميك ريتيكولم. تمام. هو ممكن يعني زي بامب كده. تمام، زي بامب على السيرفيس بتاع الاندوبلازميك ريتيكولم، منين ما يترانسبورت البيبتايد بعد البروتوزوم. البيبتايد اللي هو البيبتايد فراجمنت، منين ما يترانسبورت على التاب دوت. تمام. ده بيكون اي تي بي ديبندنت مولكيول بامب. بيقوم خلاص يعني زي ما تقول كده ايه، البوابه اللي بتفتح، ولكن بتفتح عند وجود ان دلوقتي الام اتش سي موجوده. تمام. في حاجه اسمها التابسن. التابسن دي زي بريدج كده. تمام. بياخد الام اتش سي من ايديها لحد مكان التاب، اللي هو لحد مكان البيبتايد، عشان خاطر يطمن ان حصل بايند ما بين الام اتش سي والبيبتايد. منين لما التابسن تكون موجوده على التاب، التاب بتقوم اوبن البوابه بتاعتها بحيث ان تدخل البيبتايد. تمام. والتابسن منين ما تتاكد ان ان حصل خلاص هاي افينيتي بيبتايد سيلكتد على بايند تايتلي على الام اتش سي كليف. تمام. او جروف وات ايفر. منين ما تتاكد ان خلاص البيبتايد بهاي افينيتي على الام اتش سي. تمام. تمام. بتقوم سايبه الام اتش سي وراحه لي مثلا ام اتش سي تاني فيما بعد. بعد كده البيبتايد بام اتش سي كومبلكس بترانسبورت على عشان خاطر تروح للسيل سيرفيس. طب لو ما فيش هاي افينيتي ما بين البيبتايد وما بين الام اتش سي، قال لك لو ما فيش والام اتش سي قعدت فتره كبيره جدا ما فيش حاجه على السيرفيس بتاعتها بايند عليها، بيحصل لها ديجريديت. تمام. تمام. اما لو هي هاي افينيتي وستيبل والدنيا تمام، بتقوم رايحه من الاندوبلازميك ريتيكولم للجولجي ابريتس، تبدا تتشيك لاخر مرحله عشان خاطر تتعرض ل لاست ستيب على السيل سيرفيس. تمام. وبيجي السي دي 8 سيتوتوكسيك تي ليمفوسايت، بيبدا يتعرف على البيبتايد اللي موجود على الام اتش سي كلاس 1، ويبدا بقى يشوف الريسبونس بتاعته. لو حاجه غريبه عن الجسم بيبدا يروح لحد عندها ويبدا يسيرفي عليها عشان خاطر يكل الانفكتد او الابنورمال سيل دي. تمام. بيبتايد سelection واميون سبيسيفيسيتي. قال لك عشان خاطر يحصل هاي ريسبونس او افكتيف ريسبونس، عشان خاطر يستيمولي السي دي 8 بتاع التي سيل سيتوتوكسيك. تمام. قال لك ممكن من الانتيجين بيبتايد ده، انتيجين بروتين ده، في فراجمنت من البيبتايد موجوده فيه ست سيكونس من الامينو اسيد. ده بيكون اميونو دوميننت بيبتايد. تمام. اسمها اميونو دوميننت بيبتايد. ده بيكون يعني ديستنكت عشان خاطر يرسبونس السيتوتوكسيك تي ليمفوسايت دايركتلي. يعني ممكن من الانتيجين بروتين في بعض ست من الامينو اسيد ما تقدرش تستيمولاي السي دي 8 سايتوتوكسيك تي ليمفوسايت. تمام. يكون في بيبتايد فراجمنت تاني. تمام. من نفس الانتيجين بروسيسنج، من نفس الانتيجين بيبتايد اللي موجود. تمام. يبدا يستيمولاي السي دي 8 بسرعه. طبعا ده بتكون ميزه او ده بتكون شغل الانتيجين بروسيسنج. تمام. برضو زي ما انت فاكر البروتوزوم لو جالها اشاره من الامين سيل بتكون اميونو بروتوزوم. تمام. طيب قال لك ان الفيرال كمان في الكلاس 1 ام اتش سي ممكن تيفيجن الكلاس 1 ام اتش سي بان هي ممكن تبلوك التاب، وبالتالي البيبتايد اللي جاي من البروتوزوم ما تقدرش تبايند على الام اتش سي، وبالتالي الام اتش سي مش هتقدر تبريزنت على السيرفس عشان خاطر تبدا يتعرف عليها السي سيتوتوكسيك تي ليمفوسايت. او ممكن الام اتش سي اللي موجوده في الاند بلازميك ريتيكولم ممكن تشيله، تهاجمه وتشيله. او ممكن تنهبت الترانسكريبشن فاكتور اللي هو بينكود الام اتش سي لوكس. تمام. ساعتها بقى لو حصل انهبشن ال لو حصل انهبشن للكلاس 1 ام اتش سي ان هي تبريزنت البيبتايد على السيل سيرفيس، ده بيجي دور الناتشرال كيلر سيل. بيجي لاي خليه، لو في اي خليه مش ما لهاش او ما عليهاش البلس 1 ام اتش سي بيبدا يقتل الخلايا دي. تمام.
طيب وزي ما انت شايف كده في الصورة، طبعا ادي الفيروس سيتوبلازم موجود، واي فاجوسوم طبعا برضو موجود. البروتين، سواء كل ده بيكون فيه يعني ده كله بيكون هاجم الجسم نفسه، انتي فايرال، انتي ميكروبيال، انتي فانجل، ايا كان. البروتين ده خلاص بيجي بقى بيرتبط باليوبكتين عشان خاطر يكون يوبكتينيتد بروتين، ويبدا يتعرف عليه البروتوزوم عشان خاطر يديجريديت لفراجمنت من البيبتايد. بيجي البيبتايد تروح عند لحد التاب، وتستنى لحد ما التابسين تشيل الام اتش سي لحد التاب، والتاب طبعا بيكون اي تي بي بامب، يبدا يفتح للبيبتايد ده عشان خاطر تخش في اليومن بتاع الاندوبلازميك ريتيكولوم عشان تبايند على الام اتش سي. من ما يكون في هاي افينيتي، التابسين بتبدا تسيب الام اتش سي عشان تروح للجولج اباريتس، وبيكون خلاص بقى ايه دي فاينل ستيب، عشان هتكون مجهزه ان هي تتعرض على السيرفس بتاع سواء النيوكليوتايد سيل او الانتيجين بريزنتنج سيل. تمام تمام. فده موضوع درسنا النهارده عن الباث واي اللي بيحصل ازاي الام اتش سي بتبايند على الفراجمنت من البيبتايد اللي جاي من الانتيجين بروتين، وازاي بيتعرض على السيرفيس بتاع النيوكليوتايد سيل او الانتيجين بريزنتنج سيل. في حاجه في الكلاس 1 ام اتش سي اسمها كروس برزنتيشن انتيجين، دي ان شاء الله هنتكلم عنها الفيديو الجاي. يعني حاجه دي حاجه اكسبشن عن الرول بتاع الكلاس 1 ام اتش سي. بيتعرض لما بيكون في بروتين في داخل الخليه، والكلاس 2 بيتعرض على السيرفس لما بيكون البروتين جاي من خارج الخليه. لا، الكروس برزنتيشن قال لك اني انا هعرض البروتين ده كلاس 1 رغم ان هو جاي من خارج الخليه، جاي من اكسوجينوس مش من اندوجينوس. دي حاله اكسبشن، وحاله مهمه جدا جدا جدا، ولولاها ممكن كان يحصل كوارث في الجهاز المناعي، وما يقدرش يتعرف على ميكروبات كتير وعلى فيروس بينفكتد السيلز كتير جدا. تمام. استنونا ان شاء الله في الفيديو الجاي، هنبدا نتكلم عن الكروس برزنتيشن، و هتنبهروا ان شاء الله بترتيبات وتنظيم خلق الله عز وجل لحاجه اسمها الجهاز المناعي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم.